طبعا انت لما بتشوف القضيه اللي رفعها الزوج عليك انت خلاص كده مش عارف تعمل اي حاجه، والموضوع صعب برضه، ما هو ما حدش يستحمل كل القضايا دي. بس عايز اقول لك بقى ان في قضيتين انت ممكن ترفعهم، او يعني انت ترفع قضيه وممكن مثلا والدتك ترفع قضيه. القضيتين دول لو انت كسبتهم بيغيروا حاجات كتيره قوي في موضوع قضايا الاحوال الشخصيه. بس للاسف القضيتين دول لازم شروط معينه. اول قضيه هي قضيه سوريه مقدم الصداق، ودي احنا بنرفعها في حاله ان الزوجه رفعت خلع بس. وده ايه فايدته بقى؟ فايدته ان الزوجه علشان ترفع قضيه الخلع لازم تكون دفعت لك مقدم الصداق اللي هو المهر بتاعك، اللي هو في غالبا بيبقى في بعض اسامي الجواز جنيه او 10 جنيه. فطبعا ده مش المهر الحقيقي اللي انت دفعته. ساعتها احنا بندخل للقاضي ونقول له بصراحه من شروط الخلع ان الزوجه ترد المهر اللي الزوج دفعه، وطبعا هنا المهر ده غير حقيقي، فانا بستسمحك ان احنا نثبت ان المهر الحقيقي للزوج كان مبلغ كذا. وساعتها دي بتبقى دعوه، ممكن ترفعها دعوه مستقله وممكن ترفعها دعوه جوه قضيه الخلع. طب انا هستفيد ايه؟ اولا القضيه هتطول، يعني قضيه الخلع مدتها هتطول. ثانيا انا هستفاد بان الزوجه تدفع المهر اللي انا دفعته، ان ساعات في ناس بتدفع مهر غالي جدا بس ما بتحبش تكتبه في قسيمه الجواز. طيب دي كده كانت قضيه. في قضيه تانية بقى زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ان القضيه التانية دي ممكن والده الزوج ترفعها على الزوجه وعلى والده الزوجه. هي قضيه ايه؟ اسقاط حضانه. طبعا اسقاط الحضانه بشروط، والشروط بتاعته حوالي 5 شروط او 6 شروط كده لازم يبقوا متوفرين، مش كلهم طبعا، ولكن احد الشروط دول يبقوا متوفرين علشان تقدر تعمل اسقاط حضانه للزوجه والاطفال يبقوا مع والده الزوج. طبعا لو والده الزوج مش موجوده، في بعد كده بقى ايه درجات نقدر نشوف مين من الدرجه تستحق الحاجه كده. بس طبعا في اسقاط الحضانه الاول الحضانه للام، بعد كده الام، بعد كده الاب اللي هي تبقى جده الاولاد من ناحيه الاب. فدي دعوتين. اللي انا عايز اقوله بقى ان في دعوتين اهمت غير الدعوه اللي انا قلتها في الفيديو اللي قبل كده. في دعوتين اهو انت لو رفعتهم ضد الزوجه هتقدر تاخد حقك برضه. ما هو المهر ده حقك وده الحق الشرعي خلاص، بخلاف الحق القانوني. فالحق الشرعي ده والقانون كمان اقر الحق ده، وده حقك ان انت تاخد المهر بتاعك، فده من ضمن الحقوق. دي حاجه. الحاجه التانية لو الزوجه مثلا اتجوزت بشخص تاني بخلاف الزوج طبعا بعد الطلاق، ساعتها من حق الزوج ان هو يسقط الحضانه حضانه الاطفال عن الزوجه. ودول كانوا قضيتين ممكن الزوج يرفعهم، او الزوج ووالده الزوج يرفعهم ضد الزوجه في حاله ان الزوجه عماله ترفع عليك قضايا وانت مش عارف ترد تقول ايه.